لن ترى هذه المشاهد كل يوم. ظهور 3 شموس فوق دولة عربية، الرعب يدب في القلوب. هل اقتربت نهاية العالم وقيام الساعة؟ استيقظت سوريا على ظاهرة طبيعية مدهشة، إذ رأى السكان 3 شموس تلمع في السماء، ما أثار رعب الكثيرين من هذا المشهد غير المألوف. فما هي قصة ظهور 3 شموس فوق سوريا؟ وهل هذا يعني اقتراب نهاية العالم وقيام الساعة؟ الإجابة في التفاصيل القادمة. شهدت سماء عدة مدن في سوريا ظاهرة نادرة ومميزة تسمى بظاهرة الشموس الكاذبة، حيث بدا تشكل الشموس الوهمية الكاذبة في سماء العاصمة السورية دمشق بشكل أوضح بالمقارنة مع المدن السورية الأخرى، وذلك وفقا للعديد من المصادر والسكان المحليين. وبحسب خبراء في علم الفلك فإن هذه الظاهرة النادرة والمميزة تكون عبارة عن دائرة لونها أبيض وتتشكل أفقيا عند الارتفاع الزاوي نفسه لقرص الشمس. وأوضح الخبراء أن هذه الظاهرة الغريبة تحدث عادة نتيجة انكسار الضوء من خلال بلورات الثلج أو الجليد التي تكون موجودة في بعض الأنواع من الغيوم والسحب الرقيقة التي تعبر الأجواء على ارتفاعات عالية. وبينوا أن ظاهرة الشموس الكاذبة التي تشكلت في سوريا رافقتها عدة ظروف جوية، من أبرزها انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح تزامنا مع حالة استقرار جوي، بالإضافة إلى وجود وفرة في تشكل بخار الماء في الهواء، الأمر الذي ساهم بتشكل بلورات الجليد أو الثلج في زوايا معينة. ولفت الخبراء إلى أن ظاهرة الشموس الكاذبة التي شهدتها سماء العاصمة دمشق خلال الساعات القليلة الماضية من الممكن أن تحدث خلال فترات الليل كذلك الأمر، وبالآلية ذاتها، وحينها يطلق عليه اسم القمر الكاذب. ونوه خبراء علم الفلك إلى أن ظاهرة الشموس الكاذبة يطلق عليها كذلك الأمر اسم الشموس الوهمية أو الشبحية، حيث تكون أقراص الشمس الوهمية التي ظهرت تابعة للشمس. وأضاف الخبراء أن هذه الظاهرة تعد ظاهرة نادرة تحدث في الغلاف الجوي، ويشاهدها البشر على شكل ثنائيات من البقع التي تضيء على جانبي الشمس، الأمر الذي يجعل أقراص وهمية كالشمس تظهر على هيئة حلقات مضيئة أشبه بالهالة، حيث يبدو مظهرها في السماء وكأنها شمس ثانية. ووفقا للخبراء فإن الشموس الكاذبة التي تظهر في السماء تكون نتاج لتفاعل الضوء مع بلورات الجليد التي تكون موجودة داخل السحب العالية في الغلاف الجوي. وأفاد الخبراء أن الشموس الكاذبة تظهر على شكل بقعة ضوئية ملونة على جانبي الشمس، وعادة يكون عدد البقع 2، كل واحدة تظهر على جانب من جانبي الشمس على مسافة 22 درجة من الشمس وبذات الارتفاع فوق خط الأفق، حيث تكون البقع محاذية لقرص الشمس. وحول إمكانية مشاهدة هذه الظاهرة النادرة والمميزة من قبل البشر، لفت الخبراء إلى أن أي شخص يمكنه أن يشاهد هذه الظاهرة في المكان الذي تحدث فيه، لكن الرؤية تكون أوضح كلما كانت البقع الضوئية التي تتشكل واضحة السطوع بشكل أكبر. وأما بالنسبة لأفضل وقت لمشاهدة ظاهرة الشموس الكاذبة، فأشار الخبراء إلى أن أفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة النادرة المميزة هو عندما تقترب الشمس بشكل أكبر من الأفق. وختم الخبراء حديثهم منوهين إلى أن الشموس الكاذبة تظهر بالجوانب التي تكون على مقربة من قرص الشمس، حيث تأخذ الشموس الوهمية القريبة لونا أحمر، ومن ثم يتدرج لونها كلما ابتعدت هالتها عن الشمس من اللون البرتقالي حتى اللون الأزرق، إذ تبدو تلك الألوان التي تتشكل خافتة ومتداخلة وغير نقية.